كيف الطالب يتحدث عن باسم الجزائر أكثر ما يتحدث عن مجيد تبون. اسمح لي يجب أن تسمع. يجب أن تسمع. السلام عليكم. مناظرة على قناة إسرائيلية تتكلم على التهمة اللي وجهتها الجزائر مؤخرا للمغرب وفرنسا ولإسرائيل، وبأن المخابرات الجزائرية طلعت على واحد الاجتماع سري اللي كان في إسرائيل، وكان الهدف منه أنهم يعني يزعزعوا النظام والاستقرار في الجزائر. كلام كثر من رائع، خصوصا هنا المذيعة ركزت على واحد المسألة مهمة، أو مقدمة البرنامج ركزت على مسألة مهمة، هو أنه لا يمكن حتى فرضا أنه كان واحد اجتماع سري فنركزوا ونسطروا بجوج بخط احمر على الاجتماع السري وفين في اسرائيل. يعني يستحيل المخابرات الجزائريه اللي هي اصلا ذو المستوى انها تطالع على اجتماع بهذه السريه وبهذه الخطوره وبهذه القيمه. اللي احنا عارفين اسرائيل وما ادراك ما اسرائيل، ما كاينش اللي غادي يغلبها في مجال يعني انها في المخابرات الى غير ذلك. الا بغاو يديروا شي حاجه فما غادي يديروها ساكتين وما غاديش يسيق لهم حد الاخبار. وبالتالي كيف ما قلت مقدمه البرنامج، فالجزائر دائما تتبغي توجه انظار الشعب الجزائري نحو العدو الخارجي ونظريه المؤامره، وان دائما المغرب هو السبب في كل المشاكل الداخليه والخارجيه التي تعاني منها الجزائر، في حين ان فشل النظام الجزائري، فشل الكابرانات والجنرالات في تلبية مطالب الشعب الجزائري هو السبب في عدم الاستقرار مؤخرا اللي لاحظناه في بعض المدن، وخصوصا هذه المدن الأربعة اللي قال لك يعني كانت ضمن المخطط الإسرائيلي الفرنسي المغربي. هاد 4 مدن في المدن فعلا يعني الناس ديالها طايرين وما عجبهمش الحال لما يجري حاليا من يعني نهب ثروات ديال هذا الشعب هذا وديال هذه المناطق على الخصوص. خصوصا شفنا التمثال اللي 120 وقيل 120 مليار، تمثال يعني تافه، والناس تيموتوا بالجوع. يعني عاود ما تمشي دير لهم داك التمثال وكلهم شبعوا ما فكرتهم بعدا وسير ديك الساعه التمثال نصدروا الكهرباء وما تيضووا بالشمع. المهم نظام فاشل، دوله بحجم الجزائر وبثروات الجزائر، صراحه حرام ان يكونوا مثل هاد شنقول لك هاد الناس هادو حاكمينها ومضيعين داك الشعب. المهم فيديو اكثر من رائع، لايكيوه لينا، ما تنساوناش من البارطاج مع لي زامي ديالكم، ايضا اشتركوا في القناه لاول مره هذه القناه المتواضعه. وكانت معكم اختكم سناء، وشكرا للناس اللي تعلقوا تعليقات زوينه، تحيه لكم كل واحد بالاسم ديالو. سعيد، يعني هل كشفت الجزائر من خلال هذا التقرير امركم، ام انها هذه يمكن القول عنها اساطير الف ليله وليله؟ مساء الخير، مرحبا الجميع. أعتقد بأن هذه التقارير قالتها وسائل إعلام جزائرية ولم تثبت رد فعل لا من المغرب ولا من إسرائيل ولا من فرنسا، ولكن السلطات الجزائرية ومعها الصحافة الصفراء الجزائرية تحاول أن تنبش دائما في بعض القضايا التي أن ترد الروح للسلطات الجزائرية. الجزائرية تبحث عن قشة صغيرة لكي تبني عليها موقفا وتقول بأن المغرب معادي للجزائر. المغرب ولا مرة كان استهدف الجزائر، رغم أن الجزائر تطاولت وأغلقت الحدود وتماطلت في الكلام، وكثير من الوزراء من شنقريحة إلى وزير الخارجية حتى من الرئيس الجزائري نفسه تطاول على المغرب بكلام لم يرد عليه المغرب لا بالإيجاب ولا بنعم، لأنه يعتقدون بأن السياسيون الجزائريون هم يتفوهون بكلامهم ولا يعونه جيدا. كيف يعقل للمغرب أن يمد يده من أجل التطاول على الوحدة الترابية للجزائر أو حتى على تونس؟ هذه أقاويل الصحافة، يجب أن تثبت العكس في المدى القريب وتقول بأن فعلا المغرب يخطط لزعزعة الاستقرار. كيف يخطط المغرب لزعزعة استقرار الجزائر؟ السلطات الجزائرية والجزائر بنفسها هي تعيش داخليا حراكا غير سوي، وتعيش فرقا كبيرا ما بين المدن الجزائرية التي تعيش الفوضى في السياسي فيما هو اجتماعي فيما هو اقتصادي، وبالتالي المغرب ينأى بنفسه أن يصل إلى هذه الأخبار أو هذه التقارير التي تقول بأن المغرب يمد يده إلى إسرائيل وإلى فرنسا. ثم دعونا ننتبه جيدا، كيف للجزائر أن تقول هذا الكلام وهي لها
لها تقارب قوي مع فرنسا، وعملت كل ما بوسعها من أجل زعزعة العلاقات المغربية الفرنسية وزعزعة العلاقات المغربية الإيطالية والبرتغالية، وهي تنبش في هذه الملفات، وبالتالي تقول بأن الجزائر فرنسا دخلت على خط المغرب. هذا أمر لا يمكن أن يصدقه عاقل إلى حين تثبيت هذه العلاقة. وأتحدث عن علاقة المغرب وفرنسا التي تعيش أزمة منذ أكثر من سنة. نعم، ابقى معي لو سمحت لنستمع إلى وجهة نظر الطالب. يعني الطالب حينما توجهت إلى إحدى المسؤولين المغاربة لتلقي أي تعليق حول هذا التقرير، قال لي بوضوح إن الكذبة تعرف من حجمها، بما معناه أين يمكن للجزائر أن تصل إلى معلومات استخباراتية وإلى خرق اجتماع استخباراتي، وأكثر من هذا عقد في إسرائيل. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. هذا طبعا ليس جديد، ويعني أعتقد أنه الأمر له سوابق، لأنه المغرب طبع مع إسرائيل، وهناك علاقات في كل المجالات، وفي المجال الأمني كذلك مع إسرائيل ومع فرنسا. ومن المعروف على أنه المغرب محمية فرنسية في شمال إفريقيا، تخدم أو يعني تعمل لمصالح الغرب في شمال إفريقيا، وهذا معروف وليس سر. لقد رأينا منذ سنة كيف وزير الدفاع الإسرائيلي في زيارته إلى المغرب هدد بطريقة مباشرة وبطريقة واضحة الجزائر التي اعتبرها عدو للمغرب وعدو لإسرائيل، وهذا لم تقله الصحافة الجزائرية. هذه التصريحات موجودة، وقناتكم تطرقت لهذه التصريحات، وهذا الاجتماع يأتي يعني ليكمل هذه التهديدات التي قام بها الوزير الدفاع الإسرائيلي من المغرب، ويأتي كذلك لأنه من المعروف، وهذا أيضا تم يعني نشره من طرف الصحافة الجزائرية، هناك أعمال متواصلة من طرف نظام الاحتلال المغربي الذي يحاول أن يزعزع استقرار الجزائر، لأنه الجزائر حسب كل يعني ما معروف له في المنطقة هو دولة لها قوة، له وزنها، تدعم غضيض الصحراء الغربية، تدعم تونس في محنتها، تدعم ليبيا، تريد الاستقرار، تريد الازدهار، تريد التقدم لموريتانيا ولكل دول المغرب العربي، تريد الحرية للشعب الصحراوي المعتبر آخر مستعمرة في إفريقيا. وهذا يعارض تماما وبطريقة واضحة مصالح الغرب في شمال إفريقيا، ولذلك تعمل المغرب بالتعاون مع إسرائيل وبالتعاون مع فرنسا لزعزعة أمن الجزائر. لكن من المعروف على أن الجزائر كانت في الماضي يعني جحيم تحت أقدام المستعمر الفرنسي، وستكون في الحاضر والمستقبل مقبرة وجحيم تحت أقدام كل المتآمرين. فيعني أنا شخصيا لم تكن هذا لم يكن لافت لانتباه كثيرا لي، لأنه هذه الأعمال العدوانية تتراكم من طرف نظام الاحتلال المغربي. لكن نظام الاحتلال المغربي وكل من جلسوا معه في هذا التجمع في هذه الطاولة يعرفون أنه اسم الجزائر وحده يزعزع ويزلزل الطاولة التي تآمرون عليها، يزلزل المؤامرة ويزلزل المتآمرين، لأنها الجزائر دولة له وزنها. الجزائر هي دولة أكبر وأشمخ وأقوى وأعظم من على أن يعني جرثومة مثل المغرب تتآمر عليها في الظلام. ومن المعروف حسن ألفاظك من فضلك، حسن ألفاظك من فضلك. نعم طيب سعيد، لن أسمح بأن يقول المغرب جرثومة. نعم لا نسمح بألفاظ. طالب إن سمحت لا من فضلك اسحب هذا الكلام. نعم لا طالب لو سمحت من فضلك لبقا. سعيد سأعطيك حق الرد بطريقة مختصرة سيدتي. من المعروف على أنها الجزائر قاومت ويعني فاتت على العشرية السوداء، وكان الإرهاب متلغلغ في الجزائر، وكانت يعني هناك قوة خارجية تعمل على زعزعة أمن الجزائر. والجزائر يعني لقد انقلب كما قيل السحر على الساحر، من يعاني اليوم من الأزمات الاقتصادية ومن الأزمات الداخلية ولديه ملك خارج البلاد ويعاني من الفضائح. لو سمحت الطالب هو المغرب لو سمحت بطريقة مختصرة حسب كل التصنيفات الاقتصادية الدولية الجزائر تتمركز كأغنى وأثرى الدول الإفريقية في الازدهار وفي الاستقرار، وكذلك الجزائر قوة عسكرية وقوة جغرافية موجودة. ولكن هناك من يعتقد عكس هذا الطالب، وسنتوسع معك بعد قليل بهذا. هناك من يقول إنما عندما في كل مرة يعني تواجه أزمات عدة الجزائر داخليا تحاول ثني الأنظار عبر توجيه سهامها إلى الخارج وتحديدا إلى المغرب، وسأتي على هذا إن سمحت لي
البلدي بعد قليل. سعيد، يعني حتى لو لم تكن هذه المعلومات التي ذكرتها صحيفة الخبر الجزائرية دقيقة، ولكن هناك منطق في هذه المعلومة، والطالب تحدث عن العلاقات وعن يعني العلاقات الإسرائيلية المغربية تحديدا في مجال الأمن. هذا واضح للعيان. المغرب عندما يشتغل في الدبلوماسية لا يشتغل تحت الطاولة وليس في بئر، هذا كان واضحا. وما قاله الزميل الطالب، ودعني أقول الصديق الطالب، هو أمر واضح وليس فيه جدة، لكنني دعني لورين أتساءل. نحن نتحدث عن موضوع ملف يتعلق بالجزائر، إسرائيل، المغرب وفرنسا، وكيف لناشط صحراوي أن يحشر أنفه في شأن داخلي للجزائر ويتحدث باسم الجزائر، وهذا دليل واضح على أنه لا تقاطعني ليس شرفا وإنما أنت تحاول أن تستجدي عطف الجزائر لكي تعطف على البوليزاريو ولكي تدعم البوليزاريو أكثر. هذا واضح للعيان، وأنك يعني لا تتحدث في الموضوع على جبهة البوليساريو دون علاقة للطالب. نعم طبعا، ولكن هو يتحدث باسمها. أنا رأيت وسمعت كيف الطالب يتحدث عن باسم الجزائر أكثر ما يتحدث عن مجيد تبون. اسمع لي يجب أن تسمع، يجب أن تسمع أكثر وتحدد بعد دقائق. نعم، وأن تكون ألفاظك من فضلك أن تكون نوعا من الأدب، ونرقى إلى مستوى الحوار بدل ما نبقى نتحدث في أشياء تافهة وهامشية. أنت عندما تتحدث بهذه اللغة أحس بك أكثر جزائريا من عبد المجيد تبون. يا أخي ارجع إلى جادة الصواب ولا تتدخل في شأن ولا يخصك إلا إذا كنت ناطقا رسميا أو تبحث عن مصالح شخصية أنت تعرفها جيدا. المغرب عندما يتحدث أو يبحث عن استراتيجيات أو يبحث عن اتفاقيات لا يبحث عنها في بئر أو في ما وراء البحار، ويتحدث ويقوم بدبلوماسيته واضحة جدا. وما أعتقد بأن الجزائر عندما تتحدث على هكذا تقارير هي تحاول أن تستبق وأن تهجم، ورأت كيف أن العلاقات المغربية الإسرائيلية قد تطورت، وهناك العديد من الوزراء الذين عملوا اتفاقيات مع إسرائيل داخل المغرب، وهذا شأن مغربي داخلي لا علاقة للجزائر ولا لفرنسا ولا حتى لدولة أخرى. ثم عندما يتحدث الطالب عن العلاقة الفرنسية الجزائرية وكانت في ذروتها، كيف يمكن لفرنسا أن تخون الجزائر إذا كانت الجزائر لم تكن في المستوى المطلوب للجزائر ولفرنسا؟ ولذلك فرنسا تبحث عن موقع قوة. هذا إذا صدقنا هذه التقارير تبحث عن مصداقية أكثر، ربما وجدتها في المغرب ولم تجدها في الجزائر، لأن الدبلوماسية الجزائر تعيش على الكذب وتعيش على الإشاعات وتعيش على الترهات، وتحاول أن تصنع لنفسها إطارا زمنيا ومكانيا وتقول بأنها هي القوة العظمى. يا سيدي لنصدق بأنها قوة عظمى. أين تتجلى هذه القوة؟ أين ضر المغرب الجزائر؟ ارجع إلى سنة 1994 ستعرف بأن الجزائريين هم الذين فجروا أطلس إسني، والجزائريين هم الذين عملوا إرهاب في المغرب. نعم سعيد. أعطيني فكرة واحدة أن المغرب مس السيادة الجزائرية ومس الداخل الجزائري بخطوة واحدة. نعم، سأعطي الطالب أن يعقب، أراد التعقيب، وسأعود إلى موضوع الأزمات الداخلية. الطالب هناك من يقول كما ذكرت قبل قليل أن في كل مرة تريد الجزائر ثني الأنظار عن أزماتها الداخلية توجه سهامها نحو المغرب. فقط أريد أن أرد بطريقة مختصرة على ما قاله ضيفكم، وهو يقول أنني هنا ليدافع عن الجزائر. والله أعتقد أن الجزائر لا تحتاج لأي أحد أن يدافع عنها، لأنه اسم الجزائر وحده ليس شرفا للجزائر أن تدافع عنها. سعيد لو سمحت ستعقب بعد قليل. تفضل طالب. اسم الجزائر هناك جزائر شرفاء عنك أنت، وأنت تنطق بما لا تفهم ولا تعي. سعيد لو سمحت. فأعتقد أن الجزائر لا تحتاج لكي أظهر أنا ليدافع عنها، لأنه اسم الجزائر وحده يعتبر صفعة لكل المتآمرين وكل الذين يعملون في الظلام
ضد الجزائر. فالجزائر لها التاريخ، والجزائر هي بلد 1.5 مليون شهداء، والجزائر هي مكة الثوار وقبلة الأحرار. وحتى لو كنت هنا أدافع عن الجزائر فأعتبر دفاعي عن الجزائر وسام أعلقه على صدري وأفتخر وأعتز لدفاعي عن الجزائر. والسؤال المطروح هنا، هل تفتخر أنت بالدفاع عن إسرائيل من إسرائيل؟ هذا هو السؤال المطروح. فدفاع أي عربي ليس فقط صحراوي، دفاع أي عربي عن الجزائر عن بلدي. يعتبر أنا أدافع عن المغرب. أنا أدافع عن المغرب لأنها الجزائر. لا. هو الجزائر بلد المواقف الذي يدعم القضايا العادلة، والجزائر هو الذي يعني الدولة الجزائرية التي يعطيكم الأموال ودعمت كل القضايا العربية العادلة وتدعم كذلك القضية الصحراوية. فنفتخر ونعتز كعرب أولا وكصحراويين ثانيا بالدفاع عن الجزائر، لأنه كما أقول هي بلد الثوار، هي قبلة الثوار ومكة الأحرار. جوابا على السؤال المطروح